تطوير الدول قد يستغرق 100 عام. وده بيعتمد طبعا على الشباب إذا كانوا قادرين على تقليص المدة الزمنية. طبعا ده مش أنا اللي قلت كده، والنعمة منى زوجتي منى، والنعمة منى ده بلحة ابن بائعة الهوى. طبعا بلحة ابن بائعة الهوى ده هو نفسه، هو نفسه بذات نفسه اللي طلع قال لنا اصبروا معايا سنتين، اصبروا معايا سنة، اصبروا معايا 6 شهور، اصبروا معايا بقى ل 20 30/6. فاكرين 30/6/2020؟ هو واحمد موسى وكل الابواق الاعلاميه الجرابيع بتوعه ولاد بائعة الهوا، كانوا امهاتهم بيبيعوا هوا مع عم السيسي. طبعا كانوا بيقولوا لكم الكلام دوت وبيبيعوا لكم الوهم دوت، وانتوا اشتريتوا طبعا البضاعه التلفانه. وبعدين في الاخر خالص قال لكم ايه؟ امكم في العشه ولا طارت، صح كده؟ ودلوقتي جاي يقول لكم 100 سنه. هو قال لك ايه؟ قال لك هو انا كل شويه هقول لهم سنتين و6 شهور؟ لا، ده الموضوع بيخلص بسرعه. احنا خلينا نقول لهم حاجه غير منطقيه. ما هو انت يا بلوحتشي يعني احد افراد العصابه العسكريه اللي محتله جمهوريه مصر العربيه بقى لها 75 سنه. يعني لو كانت هتشتي يا اخويا كانت ندعت، والعلق لو كان نفع كان نفع نفسه الاول. يعني ما اشتغلتوش ليه على التعليم؟ التعليم كان فين وبقى فين؟ الصناعه كانت فين وبقت فين؟ الزراعه كانت فين وبقت فين؟ الجنيه المصري كان بجنيه ذهب، جنيه ذهب النهارده بقى بكام؟ فلا ولا 100 سنة ولا 200 سنة، وعلى رأي المغني اللي قال ولا 1 ولا 100 ولا 1300. بقص امك، هو خلاص هي ضبشت، خلاص باظت. خربت خلاص يا بلوحتي.